بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أجمد رز بلبن ممكن نعمله تحفة قوي. كريمي وتحفة وبجد طعمه حلو قوي وهيعجبكم جدا، وأحسن من رز بلبن بتاع المحلات بكتير جدا جدا جدا. بينافس المحلات فعلا يعني. في تريكات كده هنمشي عليها في الفيديو. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو وتطلعي اجمد طبق رز بلبن ممكن تعمليه. ويا سلام بقى لو عندك بولة ايس كريم او اي صوص تزوقي بيه، بجد تحفة جدا. ومكوناته بسيطة قوي. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه والتركات بتاعتي. اول حاجة انا مش بسوي الرز في اللبن، لا انا بسوي الرز عادي في مية. بغسل الرز بغليه في ميه يعني، وبسيبه لحد ما يستوي زي ما انتم شايفين. طبعا بقلبه وببقى مهديه عليه النار علشان طبعا ما يلزقش في الحله. تمام كده، بقلبه كويس قوي. في الوقت ده يا بنات مفيش اي اضافات. الرز بسويه في الميه زي ما انتم شايفين، بفضل اقلب فيه لحد ما احس ان الرز بتاعي استوى، او بقى يعني الملمس بتاعه طري زي ما انتم شايفين كده، وتكون المية بتاعته خلاص شربها. تمام كده. ده الشكل اللي انا وصلت له يعني، او النتيجة اللي انا وصلت لها من بعد ما سويت الرز في المية. تاني خطوة بعملها، ده عندي كيلو من اللبن. مقدار الرز ده يا بنات كوباية وربع من الرز. تمام كده، او كوباية ونص. وده لتر من اللبن كامل الدسم طبعا. انا مش غالية ولا حاجة. هفضيه بقى على الرز اللي انا سويته في المية زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل اقلب برضو كويس. مفيش ابسط ولا اسهل من كده، بس دي تركات هتطلع معاكي الرز مستوي وحلو جدا. دي برضو من التركات برضو اللي انا بعملها، او من الاضافات بتاعتي اللي بتخلي الرز بلبن بتاعي كريمي وحلو قوي. دي كوباية لبن، ضفت فيها معلقتين من النشا، ومعلقة من اللبن البودر، ومعلقة من الكريم شانتيه. تمام كده. الاضافات دي بتخلي الرز بلبن في حتة تانية خالص. طبعا هقلبهم على البارد الاول قبل ما اضيفهم، وبعدين هضيفهم على الرز بلبن بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. مش بحط السكر دلوقتي يا بنات علشان يعني ما يتلسعش معايا، او ما يخليش الرز يلزق معايا. تمام كده يا بنات. بعد ما ضفت الاضافات بتاعتي دي، اللي هي معلقتين من النشا، ومعلقة من اللبن بودر، ومعلقة من الكريم شانتيه على كوباية من اللبن، دوبتهم وضفتهم على الرز بتاعي. هضيف كمان نقطتين من الفانيليا السايلة، وممكن تحطي ماء زهر، ماء ورد، اي حاجة انتي بتفضلي الريحة بتاعتها. بس الفانيليا السايلة بتخليه في حتة تانية برضو، وحسب طبعا ما بتحبه. تمام كده. هفضل طبعا اقلب كويس. دي معلقة من المورد، انا بحبه جدا في الرز بلبن، بحب ريحته جدا. تمام كده. هفضل اقلب، وطبعا ابقى موطيه او مهديه النار قوي. دي بقى انا دلوقتي ضفت السكر. فالسكر طبعا حسب الرغبه يعني. شوفي انتي بتحبي الحاجه حلوه، او يعني في ناس بتحب الحاجه بتكون السكر بتاعها قليل شويه، زي ما تحبي. الاول ابدأي بان انت تضيفي نص كوباية من السكر وقلبي، وبعدها بشوية لما السكر يدوب دوقيه. لو حاسة ان هو محتاج سكر تاني ممكن تضيفي تاني سكر زي ما تحبي. تمام كده. انا حسيت ان هو محتاج تاني فضفت له نص كوباية كمان. تمام كده. هقلب برضو كويس قوي. والسكر دي بتبقى اخر حاجة انا بحطها في يعني اخر الخطوات بتاعتي، علشان زي ما قلت لكم الرز ما يلزقش مني او السكر ما يتحرقش مني في الحلة. بس كده. هفضل اقلب برضو كويس لحد ما اضمن ان السكر داب معايا. القوام تحفة. وريحة الرز بلبن بجد بجد تحفة. تركية الفانيليا وماء الورد بيديله ريحة تحفة جدا. غرفته في الأطباق زي ما انتم شايفين.
والتزيين طبعا دي حاجة ترجعلك. اول حاجة المتاحة عندك في البيت، عندك مكسرات، عندك زبيب، عندك جوز هند، عندك ايس كريم. انا كان عندي ايس كريم في التلاجة، ف حطيت عليه على الاطباق ايس كريم مانجا، بولة ايس كريم مانجا، وزينتها بصوص شوكولاتة. وفي اطباق زينتها بالجوز الهند والزبيب، حسب بقى طبعا ما بتحبوا. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعملوا احسن من كده، ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.